اهلا وسهلا بكم، معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده في تيب وتريك سريعه في برنامج ريفت بخصوص الكيرتن وول. وقبل ما نتعلمها مع بعض اعمل لايك وفولو، عشان انا كل يوم بنزل محتوى خاص بالهندسه المعماريه والهندسه المدنيه، واللينك بتاع قناه اليوتيوب موجود في البايو. الجزء ده من دبلومه الريفت الموجهه لمهندسين المكتب الفني اللي بيتم تسجيلها حاليا. التيب والتريك بتاعت النهارده ان احنا في اقل من دقيقه هنعمل لوفر بالشكل ده باستخدام الكيرتن وول. طب انا ليه ممكن اعمل لوفر بالشكل ده؟ اولا علشان اداري على الاي سي يونتس او اليونتس بتاعه التكييف اللي عندي، او علشان زي ما انا عامل هنا اداري على المواسير اللي طالعه او اللي ظاهره من الواجهه بتاعتي. طيب علشان اعمل لوفر زي دي هعمل ايه؟ هفتح عندي الريفت فايل جديد، هختار وول، هغير التايب بتاعها هخليه كيرتن وول، هاجي عند edit type، هاجي اختار horizontal grid بما اني عاوز الموليونز بتاعتي تكون بشكل افقي، فهاجي عند اللي اوت هخليه fixed distance، وهخلي الديستانس دي هتكون مثلا 150، وهاجي عند الهوريزونتال موليون واخليها كلها سكوير موليون بالشكل ده. طيب انا ممكن اخد اسم الموليون ده بالتايب بتاعه وهاخده كنترول سي، وهحطه هنا كنترول في، وهحطه هنا كمان كنترول في. طيب انا هنا فاضل لي خطوه واحده، هخلي الكيرتن بانل بتاعتي هنا اسمها امتي، اقدر اعمل سيرش هنا بامتي هلاقي ان هو طلع لي السيستم بانل الامتي اللي عندي، وهدوس اوكي، وهاجي هنا هعمل الكيرتن وول. هاجي هنا في 3 دي هلاقي ان انا عملت الكيرتن وول بتاعتي واخدت شكل اللوفر اللي انا عاوز اعملها.